النهارده بقى انا جايه لكم بجوله جديده في متحف الاثار. متحف الاثار ده جوه مكتبه اسكندريه. اول حاجه انا قطعت التيكت كان ب10 جنيه للطلاب و20 جنيه لغير الطلاب. مش عارفه بصراحه الاجانب وكده بكام. فتعالوا يلا بينا نشوف هنعمل ايه في المتحف او هنستكشف في المتحف ايه، ويلا بينا نبدا الجوله بتاعتنا. قبل ما ندخل في الجولة بتاعتنا أنا عايزة أقول إن متحف الآثار ده من المتاحف القليلة جدا في العالم اللي بتعرض قطع فنية أثرية في نفس مكان اكتشافها. اكتشفوا القطع الفنية دي وهم بيحفروا علشان ينشئوا مكتبة اسكندرية، وهم بيحفروا علشان يبنوا المكتبة لقوا عدد من القطع الأثرية الجميلة جدا اللي احنا شايفينها ديت. والقطع دي بتعود لثلاث عصور: العصر الهيلستيني والعصر الروماني والعصر البيزنطي. كمان المتحف بيضم مقتنيات أثرية بتعكس تاريخ مصر المتعدد الثقافات من فرعونية ويونانية ورومانية قبطية وإسلامية. يلا بينا ندخل على الجولة بقى بتاعتنا. زي ما انتوا شفتوا في بداية الفيديو بتاعنا، الدخلة بتاعة المتحف حلوة جدا وكمان مميزة. حاطين ورق البردي وحاطين الحروف بترجمتها. هنا بقى كنت تقريبا دخلت في أول جزء من المتحف. المتحف كبير جدا. كان بجد يعني في حاجات حلوة قوي وفي آثار جميلة جدا. يعني اللي هو المكان حلو لدرجة ان هو يشدك ان انت تقعد تتفرج وتصور، وان انت تتعمق في التاريخ والآثار بتاعتنا. هنا فضلت اتجول برضو في المتحف علشان اكتشفه واشوف ايه تاني جوه. اكتشفت بقى ان كان في تمثال ده حلو قوي، اتصورت معاه. كمان هنا بقى شوية برضو تماثيل وشوية حاجات حلوة جدا. المتحف كان كبير، فانا كنت متشتته ان انا ابدا بايه او اروح فين الاول، وكنت خايفه ان انا حاجه تقع مني او حاجه يعني افوتها او كده. فكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب كل حاجه. هنا بقى انا كنت مبسوطه جدا ان انا كان انعكاسي باين، فقررت اقف اتصور زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده كملت الجوله. التمثال ده بيبي تمثال كان حلو جدا جدا، عجبني برضو، اتصورت معاه. وبدأت ان انا اكمل الجولة، برضو كنت بحاول اصور لكم كل حاجة. هنا بقى كان في لوحة او بانر كده محطوط للديانة المسيحية. برضو كان حلو جدا. هنا برضو كان شوية مقتنيات جميلة جدا جدا. اكتر من اكتر الحاجات اللي شدتني الستاند بتاع المصحف ده كان حلو جدا، عجبني برضو. هنا بقى كنت بتفرج على بقية المقتنيات، كان برضو شكلها اكتر من رائع، كانت حاجات حلوة جدا جدا بجد، اللي هي ما تخلكش تزهق ان انت بدل تشوفها مرة واتنين وتلاتة. لا، مفيش ملل، المكان بجد حلو جدا. البنرات اللي كانت متعلقة كانت بجد يعني بتشدني جدا. السجادة دي كان شكلها تحفة، انا عايزة اقول لكم في الحقيقة كمان الشكل مبهر اكتر. يعني الشكل اجمل من كده بكتير بصراحة. آم، هنا بقى انا كنت بكمل الجولة. دي تقريبا كانت شبابيك، مش فاكرة بصراحة دي كانت ايه بالظبط، بس برضو كان شكلها حلو جدا وشيك قوي. هنا برضو فضلت اكمل الجولة. كنت تقريبا راجعة تاني لان انا حسيت ان انا محتاسة ومش عارفة اعمل ايه بصراحة. فكنت بحاول ان انا اجيب لكم كل حاجة بحيث ان انا ما فوتش حاجة هناك. هنا بقى ديت كانت سجادة حرير. ما قدرتش انساها علشان دي وقفت اقراها مدة حلوة كده. كنت مبهورة بيها بصراحة لانها ما كنتش مصدقة. ابتديت بقى ان انا اكمل الجولة بتاعتي. عايزة اقول لكم المكان ده اكتر مكان فيه اضاءة هناك، يعني حقيقي المكان يعني متعرفش تقف وتتصور وكده، لا، الصور بتطلع غامقة لان الاضاءة هناك قليلة جدا او ضعيفة قوي. هنا بقى كنت بكمل برضو الجولة، كان في حاجات حلوة جدا وشيك قوي عجبتني. هنا قررت ان انا اتصور والف بقى كده. حسيت ان الاضاءة هنا حلوة شوية الى حد ما، فقررت ان انا اتصور يعني. هنا بقى كان في شوية عملات حلوة جدا وشكلها مبهر وجميل جدا جدا، يعني اللي هو يخطف الانظار كده زي ما بيقولوا. عجبوني قوي. وهنا بقى كان ورق بردي وشوية رسومات او خرايط حاجة زي كده. برضو عجبوني. اتصورت برضو عندهم كتير. هنا بقى الحياة في العالم الآخر، كان عندي فضول أنزل أشوف الحياة في العالم الآخر هنشوف فيها ايه. فابتديت ان انا انزل، بس طبعا على مهلي قوي علشان انا رايحة مكسورة اصلا. فابتديت بقى ان انا اخدت وقت بصراحة. هنا اول ما نزلت الحياة في العالم الاخر لقيت بقى الحاجات دي. نزلت لقيت موميا.
كنت متوقعة بصراحة ان انا هنزل الاقي موميا. عجبتني جدا 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 وشكلها جميل قوي قوي. وفي واحدة تانية برضه هتيجي دلوقتي شكلها مبهر اكتر. بس دي برضه عجبتني جدا. هنا برضه حبيت ان انا اوريكم برضه كل حاجة كانت هناك. دي كانت مجموعة مش عارفة من ايه، ملحقتش اقرأ بصراحة. هنا بقى فضلت برضو ايه ان انا اصور الحاجات اللي كانت هناك. بس اكتر حاجة ابهرتني في الجزء ده الموميا، لان كان شكلها حقيقي حلو قوي وشيك جدا، يعني اللي هو حاجة في منتهى الجمال والروعة. هنا برضو دي التانية، الموميا التانية اللي انا قلتلكوا عليها، اللي هي شكلها مبهر واحلى يعني بالنسبة لي، كانت عجباني قوي ديت. بعد كده بقى حبيت برضو ان انا اصور الشيت بتاعها، بس ما كانش بيجي معايا. هنا بقى ده كان تمثال مش عارفة بتاع مين. هنا كان في بروجيكتور بيعرض شوية حقائق وكده عن التماثيل او عن العالم الاخر. هنا كنت واقفة اتفرج شوية، بس قلت اكمل الجولة علشان اكسب وقت وكده. هنا لما لقيت البوستر ده محطوط لقيته بالانجلش، بصراحة ما لحقتش اترجم، بس هوجبه لكم بالعربي دلوقتي. هنا برضو كان في موميا شكلها برضو حلوة قوي وشيك جدا. ابتديت برضو ان انا اكمل الجولة. لقيت بقى ديت كانت مترجمة، يعني هنا بالعربي والناحية التانية بالانجليش، علشان اللي ايه اللي ما عندوش وقت يترجم زي حالتي كده. هنا بقى كان في ورق بردي برضو، وكان مكتوب فيه الحروف والكلمات والحاجات دي. هنا قلت برضو اتصور او اوثق ان انا نزلت. هنا بقى اثار موقع مكتبة اسكندرية. برضو المكان ده بقى عجبني جدا، وهو صغير قوي اصلا ما فيهوش حاجات كتير، بس برضو عجبني. دي من الاثار مثلا الحاجات الفخاريه والاطباق والحاجات دي كلها، كان شكلها شيك جدا وشكلها حلو قوي. عايزه كمان هوريكم دلوقتي منظر مبهر جدا، بس لما اطلع من المكان. هنا كان في حضاره موقع مكتبه اسكندريه، لو احنا كنا حابين ان احنا نقرا عنها يعني وكده. وكان كمان عندنا الفسفاء، انا مش عارفة ايه ديت، بس برضو اللي كان حابب يقرأ عنها كان موجودة يعني. هنا بقى شوية تماثيل وحاجات وكده. هنا طلعت بقى ده اللي هو ايه، شكل المكتبة تقريبا من بره، او شكل الموقع بتاع المكتبة جوه متحف الآثار. بجد المتحف تحفة جدا جدا، وفيه آثار في منتهى الجمال. المتحف مش كبير قوي برضو، اللي هو في المتوسط وبس. ابتديت بقى اكمل الجولة عند جزيرة نيلسون. قلت ادخل بقى اشوف ايه الجزيرة دي، لقيته مكان صغنون برضو. جوه بقى فيه فخار كتير جدا، وفيه بروجيكتور برضو بيعرض شوية اشكال وحاجات. بس كده، هي الجزيرة دي كانت صغننة قوي وما فيهاش حاجات كتير. لما طلعت بقى لقيت برضو شوية تماثيل تانية جميلة ومختلفة. المكان هو كبير قوي، او مش كبير يعني، اللي هو في المعقول، بس يتوه يعني، انا كان بالنسبة لي يتوه. البوسترات فيه ياما، يعني البوسترات مكتسحة المتحف، بس كانت جميلة ومفيدة يعني. هنا كنت طالعة تاني برضو من عند الباب وكده. والجولة خلصت. وبكده تكون الجولة بتاعتنا داخل متحف الآثار خلصت. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبجد أنصحكم إن انتوا تيجوا تزوروه. مكتبة اسكندرية بتضم متاحف جميلة جدا جدا جدا. واستنوني الفيديو الجاي في متحف جديد جوه برضو مكتبة اسكندرية.